في اذان صاغيه ويا ربي ما تزهقوش مني. حيكون معنا العديد من البرامج، حيكون معنا فقرات عن سيوه، حيكون معنا اللغه السيويه او اللغه الامازيغيه، كمان حيبقى عندنا شرح وافي للمناطق الاثريه في سيوه، وكمان هيبقى معنا بعض الاغاني لسيوه اللي احنا عملناها وبعض القصائد الشعريه اللي حتكون عاملينها يا سيوة ونخلق بلادنا سيوة يا سيوة ويا اهل المدينه سيوة يا سيوة وملحق بنادينا سيوة يا سيوة سيوه. مساء الخير اعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي لكم برحله جميله جدا، رحله واحد سيوه. هي دي وقتها، رحله واحد سيوه اللي عايز يستجم وعايز يغير جو، يشوف تجربه جديده ويشوف حاجات كتير ممكن ما شافهاش قبل كده، يبقى الرحله دي عشانك. الوقت الجو هناك ولا ساقعه ولا حر، الجو جميل جدا. الرحله بتتحرك كل يوم خميس بالليل على مدار الفتره اللي جايه ديت، تقعد جمعه سبت حد، مغادره يوم الاثنين، 4 ايام 3 ليالي، فطار وعشاء. الفطار بيبقى في الفندق اللي بيبقى هناك في سيوه دوت، والعشاء كل يوم بيبقى في مكان مختلف وبأجواء مختلفة وأكل جميل جدا. ايه هي بقى تفاصيل الايام دي، وايه هي الرحلات اليوميه وتفاصيل الاكل وتفاصيل الفندق وكل ده بكام؟ لو انت مهتم بالموضوع ده ما تنساش تنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتابعنا لنهايه الفيديو، ويلا بينا نبدا. اول يوم معانا بقى هما بنوصل يوم الجمعه الصبح، هبتدي لكم الرحله بكل التفاصيل وهقول لكم طبعا كل المميزات والعيوب وكل حاجه زي ما احنا متعودين دايما من قناتنا والحاجات اللي بنقدمها. اول يوم هنعمله هنوصل سيوه يوم الجمعه الصبح. طبعا هنتحرك من يوم الخميس بالليل. طريق بياخد حوالي 8 او 9 ساعات. اعمل حسابك ان انت تاخد معاك اكل، او اعمل حسابك ان انت تجيب اكل في الريستات، عشان انت اول وجبه هتاخدها اللي هي العشاء بالليل يوم الجمعه زي ما احنا متعودين. وفطار اول يوم بيترحل يوم الاثنين اللي بتروح فيه، زي نظام الفنادق اللي احنا متعودين عليه دايما. يعني انت هتوصل يوم الجمعه الصبح بعد 8 9 ساعات طريق، في طبعا 3 أو 4 ريستات حسب ما انتوا بتتفقوا مع بعضيكوا وتريحوا نفسيكوا. بتوصلوا بنخش على الفندق، ناخد 3 ساعات راحه. 3 ساعات راحه طبعا نحط هدومنا، نحط حاجتنا، نستجم في الفندق ونقعد نريح شويه من الطريق. وبعد ما نريح شويه نبتدي بقى مغامرتنا والرحله بتاعتنا الجميله اللي هنشوف فيها مناظر حلوه زي قلعه شاي. القلعه دي جميله جدا، قلعه شاي دي تقدر تاخد فيها صور تذكاريه جميله جدا، تستمتع بيها، اجواء اول مره هتعيشها. هتقعد هناك شويه، وبعد ما تقعد هناك تروح بقى على جزيره اسمها جزيره فتنص، جزيره جميله جدا. هنقعد قدام بحيره ونتفرج بقى على منظر الغروب، ونستمتع بالجو والهواء الجميل اللي هناك. نستمتع كمان بالمشروبات السيويه اللي هناك والاكل بتاعهم والحاجات بتاعتهم الحلوه دي. وبعد ما نقعد شويه الحلوين بتوع جزيره فتنص دول، نروح على مطعم جميل جدا عشان نتعشى وناكل الاكله التمام، ونطلع بعدها على الفندق نريح، ويبقى احنا كده خلصنا اول يوم. على قلعه شالي او مدينه شالي كلنا تامه ان شاء الله هنطلع على فوق. واحنا داخلين دلوقتي هنلاقي بعض البازارات اللي معموله بشغل الهاندميد او شغل يدوي او شغل السيدات في البيت. طبعا السيدات عندنا ما بيطلعوش كثير غير في اماكن معينه، مناسبات، افراح، حاجه معينه بيروحوا بيأدوا الواجب اللي عليهم. اليوم التاني دوت بقى بنصحى من النوم، نقعد في الفندق نستريح شويه، نفطر الفطار الجميل بتاعنا. وبعد ما نفطر نبتدي بقى الجوله بتاعتنا التانيه. الجوله بتاعتنا التانيه بناخد بعضينا نطلع على حته اسمها جبل الدكرور. طبعا ناس كتير مننا كتير عارفينه جبل الدكرور دوت، جبل جميل. وبعد كده نروح جبل الموتى، وهنروح المقبره الفرعونيه ومعبد الاسكندر واماكن زياريه سيويه كتير قوي. هيبقى معانا ناس سياح من هناك، ويبقى معانا ناس مرشدين من سيوه اصلا، هم اللي هيرشدونا ويشرحوا لنا ويحكوا لنا كل حاجه هناك. هنقدر نستمتع. فقره تصوير ملهاش نهايه. بعد ما نخلص فقره التصوير الجميله بتاعتنا دي، بنطلع بعديها على حته اسمها منطقه الابيار. وقبل منطقه الابيار في حته اختياريه بس دي بره الباكج، ان انت تقدر تعمل رحله سفاري، بيتش باجي، وفي رحله بحر الرمال الاعظم بالعربيات اللي هي الفور باي فور ولا العربيات الضخمه دي، وتقود مغامره برده في الرمال والكلام دوت. دي حاجات اختياريه. بعد كده احنا بنقضي بقى بقيه يومنا هناك في منطقه الابيار دي. منطقه ابيار ساخنه كده، تقدر تنزل تستجم بيها. مش عايز تنزل ممكن تقعد وتستمتع بالميه الدافيه دي والاجواء والجبال والمناظر الطبيعيه، وتتصور وهنشرب حاجات سخنه، ونتعشى بعد كده في كامب حلو بالليل مع ناس كده سيويين وشاوي وبتاع، وهناكل ونستمتع ونسهر سهره جميله جدا. وبعد ما نتعشى العشوه الحلوه دي نرجع على الفندق عشان نخش على اليوم اللي بعده. هوبا
اليوم التالت بقى معانا هنصحى من النوم، هنفطر في الفندق برضه الفطار بتاعنا الجميل، وبعد كده نتحرك من الفندق نروح بقى نزور البحيرات البلورية، نقعد نستمتع كده بمنظر المية حلوة قوي. اللي عايز ينزل طبعا ينزل، عايز يقعد يستمتع ويشرب حاجة ويستمتع بالأجواء الحلوة دي يستمتع بيها. وبعدين بعد كده بنروح حتة حلوة قوي اسمها عين كليوباترا، طبعا في مننا كتير قوي عارفها، وطبعا الجايد معانا في كل الرحلات وبيشرح لنا كل حاجة وبيتكلم معانا في أي سؤال احنا عايزينه. نقدر نستمتع مع بعض برضه في عين كليوباترا، وبعد كده ناخد بعضين نروح على الكامب تاني، نقضي سهرة حلوة سيوية ونتعشى هناك عشاء حلوة في مطعم جميل، عشاء جميل جدا. وبعد ما نتعشى ناخد بعضينا وننزل على السوق القديم في منطقة شالي، نقدر نتمشى برضه، نتصور، نشتري اللي هو زيت الزيتون مشهورين بيه قوي، البلح، نقدر نشتري هدايا سيوية بتاعتهم بتبقى جميلة جدا، بتبقى حاجة تذكارية للرحلة الجميلة دي. وبعد كده بناخد بعضينا ونرجع على الفندق، ننام، نصحى تاني يوم، نفطر ونسلم المفاتيح ونتحرك عشان العودة يوم الاثنين الصبح. بنرجع مثلا على آخر الاثنين، آخر النهار أو بالليل. بيت من بيوت سيوة، يعني هنا في الظل ده تحس ان الجو جميل جدا. دي بقى الميزة اللي خلت كل سيوة مبنية بالطينة والكرشيف، اللي هي الأحجار الكرشيفية عندها القدرة لتحويل الجو من الحر إلى جو لطيف أو الجو رطب جدا. خش يا عزيزي، احنا لما كنا قاعدين في الظل حسين باستمتاع، هي حجر الكرشيفي عنده القدرة، عشان كده السيويين كلهم بيوتهم كلها مبنية له. وكذلك العكس، وعز الشتاء الجو ساقع جدا. يا سيوا ونخلق بلادنا سيوا يا سيوا ويا أجمل مدينة سيوا يا سيوا وملحق بنادينا سيوا يا سيوا 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 يا سيوا سيوا يا سيوا. دلوقتي بقى بعد ما عرفنا تفاصيل الرحلات وتفاصيل كل يوم بنعمل ايه وكل حاجه، ناقص بس نعرف ان الفندق اسمه سان اوف سيوا، مكانه في جبل الدكرور، موقعه حلو جدا، فندق كويس، في مناظر طبيعيه كويسه، في بول مش متاكد شغال ولا لا، الغرف بتاعته نظيفه، فطاره كويس مقبول، مفيش حد اشتكى منه كتير السنه دي. الفندق دوت الفرد بسعر 3200 جنيه. 3200 جنيه دي شامله كل اللي احنا قلناه دوت، انتقالات من دندي مولا ونادي السكه لغايه باب الفندق، والرحلات اللي احنا قلنا عليها بره، الرحلات اللي احنا قلنا عليها اللي هي اختياريه، اذا كان زي السفاري او بحر الرمال دي والحاجات دي حاجات بفلوس تانية. لكن كل الرحلات اليوميه والاقامه في الفندق والفطار والعشاء كل ده ب 3200 جنيه. لو عايز تحجز اكتب تحت في كومنت او هسيب لكم الرقم تحت الواتساب، كلموني وانا معاكم ان شاء الله. شكرا، سلام.